إذا عم نطلب 100 جرام ذهب و200 جرام ذهب وبتقدم متأخر بالليرات الذهب، هذا شيء والله حرام. شو رأيك سبب عزوف الشباب عن موضوع الزواج؟ والله الأهالي الأهل يعني بحس إيه إنه رغم إنه صار البنات كتير الشباب قليل، وتعرف الظروف بسوريا الشاب يعني صار كتير صعب يطالع، والأهل ما عم يرحموا العريس. يعني صحيح. بصراحة يعني أنا خطبت بنتي لأنه حاسة إنه ظروف شلون، ما طلبت منه شيء، والله العظيم ما طلبنا منه شيء، حتى إنه أخوه وكذا قال له أنا يعني أنت شو استطاعتك؟ شو استطاعتك؟ أبدا، يعني بالنسبة للذهب للمهر لكل شيء. وأنا بتمنى كل الأهالي تعمل هيك، يعني خلي البنت تستقر، يصير عندها حياتها، عشان هالشباب كمان تقدر تتزوج، يصير عندها بيت وعيلة. إذا عم نطلب 100 جرام ذهب و200 جرام ذهب وبتقدم متأخر بالليرات الذهب، هذا شيء والله حرام، حرام. والله معك حق، بس ايه، هلا صاير كل واحد بيقول لك انا بدي اضمن حق بنتي. طيب ماشي اضمنوا، يعني هلا مبالك انه الليرات وغيره رح تضمنوا حقها؟ طبعا. لا، لا والله، انا بعرف ناس كتير تنازلت ودفعت لا اتطلقت. عن ايه، جد. ايه والله، هذا مو ما هذا ما هو اساس ابدا. اختاري الشاب المنيح لبنتك و... وانت ساعديه كمان اذا صحيح. بتقدري، اذا بتقدري انت ساعديه، ما عيب. مو عيب، لا مو لا عيب. ابدا، بس يكوني يعني يتقي الله بالبنت قبل كل شيء. صحيح. هذا هو، اشتري رجال، مو تشتري تبيعي بنتك، عفوا ما تواخذوني بهالكلمه، بيع بنتي حطها بمزاد. يعني السبب الرئيسي انه الشباب ما عاد تزوجت هو الحياة المعيشة طبعا، والاهل. اكيد. يعني يعني هلا سبب. كل وحده تروح تقول لها بدي عجبتني بنتك، قد ايه بتحط وقت اللي بدهم يفصلوا عنا هون العاده، فصل المهر بلش بقى 15 ليره، 20 ليره، واللي شاطره اللي بتنعجق قدام جيرانها وكذا، انا بنتي كتب لها، ايه بس ما صار. بتعرف انه هالانسان منيح ولا لا. صحيح، اي والله. يعني تدور على الرجال قبل المتاخر والمتقدم، وتساعد الشاب، لانه شبابنا انتهت، والله انتهت، حرام. اي والله معك حق. يعني حتى اللي بيتقدم لبنتي انا بحسه انه ابني، طبعا بس بدي اعامله مثل ابني، مثل ما بتمنى لابني بتمنى له. اي والله معك. هذا هو.